كم مجدا سطرنا على صفحاته. السلام عليكم. من سنتحدث عنه اليوم لقب بأبي الشهداء، حيث أنه تعرض لعملية اغتيال غادرة كانت حدثا خطيرا وهزة عنيفة في كل أنحاء إريتريا. وقد عايش سماحة الشيخ المفتي إبراهيم المختار هذا الحدث، بل كان من ضمن المشيعين لهذا البطل المناضل الذي صدح بكلمة الحق في كل المنابر. من نتحدث عنه هو الشهيد عبد القادر كبيري، الشيخ الأستاذ عبد القادر محمد صالح كبيري رحمه الله تعالى، الذي ولد بجزيرة ديسي أحد مناطق مصوع في عام 1902، حيث تلقى تعليمه في موطنه مصوع، ثم التحق بالعمل الحكومي كموظف، ومنها سافر إلى اليمن إلى مهمة حكومية، ومنها مكث هناك وتزوج، ثم قرر ترك العمل الحكومي والانخراط في ميدان العمل التجاري الذي نجح فيه بجدارة. وقد دخل كبيري إلى مجال العمل السياسي مبكرا، بل كان واحدا من المؤسسين للرابطة الإسلامية الإريترية، وقد تولى رئاسة فرع الرابطة في العاصمة أسمرة، وكان من أكبر خدامها والقائمين على أمرها، حتى أن المجلس الأعلى للرابطة قرر أن يرسله مع أول وفد يسافر إلى أمريكا، وذلك لكي يدافع عن حقوق الإريتريين في الأمم المتحدة وأمام العالم، تقديرا لخدماته التي ظل يقدمها للقضية، واعترافا بخبراته السياسية الكبيرة. وقد كان الشهيد عبد القادر كبيري رجلا صادحا بالحق، وتشهد على ذلك مقالاته وكتاباته في الصحف والجرائد، حيث كان يدعو بوضوح لاستقلال إريتريا والإريتريين، وكان لذلك يتعرض للتهديدات وحملات التخوين، ورغم تحذيرات المحيطين به وتنبيههم له لكي يأخذ حذره، حتى أن أعيان البلد نصحوه في أخذ احتياطاته من غدر المعارضين للاستقلال، إلا أن هذا لم يثنيه ويجعله يتراجع عن الدرب الذي اتخذه في سبيل الوطن. وكان يقول: سأموت في الوقت المحدد لي في الأزل. حتى أنه قبل عملية اغتياله تعرض لأكثر من محاولة اغتيال، بل تعرضت مزرعته في منطقة قريبة من أسمرة إلى التخريب والتدمير. وفي ليلة اغتياله كان الشهيد عبد القادر كبيري يرتب مع رفاقه، وذلك للسفر إلى أمريكا مع وفد الرابطة الإسلامية الإريترية، وكانوا يتواجدون في فندق الخليفة أبرة يتبادلون الحديث عن أمور السفر ولوازمه. وفي حوالي 9 ليلا خرج الشهيد كبيري إلى منزله، وكان المجرم يتتبع خطاه وهو يمشي في شارع كاليري في أسمرة، فلما وجد الفرصة السانحة أطلق الرصاص على الشهيد عبد القادر كبيري، ثم ولا هاربا، حيث كانت هناك سيارة تساعده على الهروب من البلد. نقل الشهيد عبد القادر كبيري إلى المستشفى الحكومي بأسمرة، حيث أجريت له عملية جراحية بواسطة الأطباء الكبار لمحاولة إنقاذه، لكن القدر كان له رأي آخر، حيث باتت كل المحاولات بالفشل. وأسلم أبو الشهداء عبد القادر كبيري الروح إلى باريها، وذلك عند الساعة 9 مساء من يوم الأربعاء الموافق 30 مارس من عام 1949، أي في اليوم الثالث من عملية اغتياله، حيث استشهد وهو ابن 47 من عمره. وقد كان ذلك اليوم حداد عام مليء بالحزن والأسى في كل أنحاء إريتريا. ألا رحم الله أبو الشهداء الإريتريين وأسكنه فسيح الجنان. والمراثي التي قيلت في الشهيد عبد القادر كبيري كثيرة من شعر ونثر، حيث قال الناعي: يا خادم الإسلام أجر مجاهد في الله من خلد ورضوان، الله يشهد أن موتك بالحجة والجد والإقدام والعرفان، إن كان للوطنية ركن قائم في هذه البلاد فأنت الباني، في هذه البلاد فأنت الباني.
كم مجدا سطرنا على صفحاته.